السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. شفت يا جماعة الحاجة اللي تحزن بجد وحاجة تكسف وحاجة تقهر، إن في بعض الفنانين طالعين بيسخروا وشمتانين في الزلزال اللي حصل في سوريا وتركيا. والله العظيم إحنا هنا يعني واحد أنا قاعدة في الناس يعني بنبكي، والله العظيم بكينا بدل الدموع دم على اللي حصل لإخواتنا في سوريا وتركيا. كربهم صعب وكربهم شديد. نسأل الله العلي العظيم إن يعوضهم خير يا رب، ربنا يعوضهم على كل اللي فقدوه يا رب العالمين. إن في ناس طالعة، والمصيبة الأكبر يا جماعة إن في واحدة منهم من ضمن الشمتانين واللي بيسخروا على الزلزال اللي حصل في سوريا والكرب الشديد اللي هم فيه. واحدة من سوريا طالعة تعمل فيديو وقاعدة تتريق، ومنتهى الاستهزاء، ومنتهى أقول إيه، حاجة تكسف، والله العظيم حاجة تكسف. الناس دول يا جماعة أكيد مختلين عقليا، وأكيد مختلين في حاجة، أكيد هم دول مرضى نفسيين. ربنا يشفيهم من اللي هم فيه، لأن هم فعلا دول المرضى بجد. ربنا يشفيهم. وواحد تاني طالع هو ومراته بيعملوا فيديو ساخر بيستهزئوا على اللي حصل في سوريا. يعني يا جماعة اللي حصل في سوريا وتركيا دول اللي كل العالم، مش هنقول بس الوطن العربي، كل العالم بكى بجد، وكل الناس اللي كانت بتقدر تساعد بحاجة. احنا قاعدين في بيوتنا بنقول بجد يا ريتنا كنا معاهم، كنا نساعدهم في ان احنا نشيل الناس من تحت الانقاض، ان احنا نجهز معاهم اكل، نجيب لهم لبس، نساعد بأي حاجة. الناس قاعدة في جميع البلدان شايلة همهم وتعبانة عليهم، بتدعي لهم في كل ركعة وفي كل سجدة وفي كل رفعة أذان إن ربنا يرحمهم ويشيل يا رب عنهم كده اللي هم فيه، ويعوضهم خير يا رب العالمين. يعني الناس دول مرضى نفسيين يا جماعة، ربنا يشفيهم من مرضهم.